تعالوا اوريكم طريقة عمل العيش الفينو في البيت. بجد طريقة سهلة جدا جدا وما بتاخدش اي وقت، وممكن تحضروه من بالليل والصبح تحطوه على طول، تطلعوه من التلاجة يهدى شوية وتحطوه في الفرن. بيطلع عيش سخن وطازة وطعمه تحفة. هنبدأ باللبن الدافي والخميرة والسكر ونقلبهم مع بعض، وممكن نسيبهم 5 دقايق كده شوية، وبعدين نحط اللبن البودرة والمية الدافية والملح والدقيق، وهنشغل عليهم العجانة. ولو ما عندكمش عجانة تقدروا تعجنوها بايديكم، بس انا استخدمت العجانة وهي بيجي معاها الهوك بتاع العيش. فضلت اقلب فيهم كده اعجنهم مع بعض حوالي 10 دقايق تقريبا. بعد كده حطيت لهم الزبدة، والزبدة تبقى بدرجة حرارة الغرفة، وكملت تقليب فيهم 6 دقايق تقريبا، او ممكن اقل لحد ما اختلطوا ببعض كويس. انا استعملت دقيق العيش عشان انا بحبه لما بعمل عيش، بس انتوا ممكن تستعملوا دقيق متعدد الاستخدامات، بس هو بدقيق العيش بيطلع احلى. لما تعجنوا بقى العجينة كويس تلموها كده وتحطوها في بول ازاز، يبقى او في اي بول يعني، وممكن تحطوا تدهنوه كده بزيت من كل ناحية. وبعدين وممكن ما تدهنوهوش زيت يعني لان هي فيها زبدة، وتسيبوا العجينة ترتاح فيه، يعني تسيبوها ساعة كده لحد ما تتضاعف حجمها. لما العجينة بقى تتخمر تقسموها على حسب انتوا عايزين تقسموها قد ايه. هي ممكن تتعمل حوالي تقريبا 12 رغيف، مقاسهم متوسط على حسب انتوا بقى حابين تعملوا حاجة مقاسات صغيرة مقاسات كبيرة، على حسب حجم الرغيف اللي انتوا عايزينه. تقسموها قطع متساوية، وبعدين تبدأوا تفردوها زي ما انا فردتها كده، وتعملوها رولز بالشكل ده. بعد ما تعملوها رولز تحطوها وتغطوا عليها تاني وتسيبوها ساعة كمان تتخمر. انا حطيتها في التلاجة، وتاني يوم الصبح طلعتها من التلاجة هديت شوية، وبعدين كملت الخطوة اللي بعد كده هو ان انتوا بتاخدوا بيضة ومعاها معلقة كبيرة لبن، تضربوهم مع بعض كويس وتدهنوا بيهم العيش من فوق كده ومن الجناب، علشان لما يطلع لونه ذهبي وحلو. اول بقى ما تدهنوه تروحوا مدخلينه على فرن يكون سخن درجة حرارة 190 سلسيوس. هياخد ما بين 12 و15 دقيقة لحد بس ما يبقى لونه ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. العيش ده طلع طعمه تحفة، عجب جدا جوزي والولاد. بجد لازم تجربوه، سهل جدا جدا وطعمه بيطلع تحفة، احلى كمان من بتاع الفرن. لو الوصفة عجبتكم اعملهم لايك وشير مع حد بيحب العيش الفينو، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفهم الريسيبيز التانية. جربوه اكيد هيعجبكم. بألف هنا وشفا.